السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم حبيت افرز عجينة البيتزا. يعني عجينة اعجنها واكملها واقطعها قطع صغار واسويها، افرشها بالصينية واخليها بالفرن يعني مدة دقائق، مجرد تجمد العجينة مو تستوي، تجمد. فاخليها يعني مو تجمد، قصدي تنشف، فاخليها تبرد بعد ما اطلعها من الفرن، واصفطها بصواني واخليها بالمجمدة تجمد، وبعدين اخليها بكيس اكيسها يعني، واخليها بالمجمدة. يعني وقت الحاجة، مرات واحد تعبان، متعاجزة، يمي خطة، مريضة، بس اطلع من العجينة اللي سويتها، مجرد اموحها اطلعها قبل تقريبا ربع ساعة نص ساعة لحد ما تموع العجينة، واخلي الحشوة اللي تعجبني، اي حشوة، لحمة بعجين، بيتزا، اي حشوة. مرات يخلون عليها بس جبن، يحبون يموعون بس عليها جبن وياكلوها ويا الشاي، يعني مثل للسهولة واحد مرات يعني نطلعها ونخلي بيها الحشوة اللي تعجبنا وناكلها بالعشاء بالريوق، تفيد. وهنا عندي مشتريات بسيطة، وصارت واي ما مشترية شغلات المطبخ، يعني شغلات أنا محتاجتها وضرورية ومخلصة يعني. لا عندي يعني أزمة بالخواشيق الشاي والأكل يعني، خصوصا ما أعرف وين تروح، ما أعرف يعني، دائما أجيب خواشيق الأكل والشاي، يعني أجيب كميات كبيرة وأخلص يعني. فهاي صار لي فترة ما جايبة وما مشترية، فرحت اشتريت الشغلات اللي محتاجتها أنا ضرورية يعني. اكو بيهن من حاجات، بيهن الالف، بيهن يعني هاي المجموعة كلها صارت تقريبا ب21. واشتريت هاي الزولية الكبيرة يسمونها موكية تعتقد، نسميها فريدي مرات، الفرشة الخفيفة بس كبيرة، 6 أمتار، 6 ب3. اشتريتها للاستقبال، واشتريت وياها مدات، بس ما صورتني هنا، ان شاء الله انزلهم فيديو ثاني. خفيفات وحلوات. أنا قمت يعني صار لي سنتين تقريبا ما أشتري من ذيك الزوال الكبيرة وثقيلة ومزعجة بالغسل ومزعجة بالشيل وبالنكت، فقمت أشتري هاي الفراشات الخفيفة، فإن شاء الله أنزلها بالفيديو الثاني. وهنا أقول لكم مع ألف سلامة. هاي راح اخلط قدامكم الملمع مال يعني الأخشاب، المراية، أي شي تلمعونه، بس من أخلي بالبخاخ، ما أرش رأسا على الميز، أو لا، بوصلة نظيفة، خاولي نظيف وخاص مال مسح، أرش على الخاولي نفس اللي أمسح به، مو على الغراض على الخشب، لا، إذا ترشين على الخشب مباشرة يجوز يأثر عليه، بس بالوصلة أو بالخاولي اللي تمسحين به ترشين عليه وتمسحين الغراض، لا يعني ما عليه أي تأثير. هسه هذا عندي مي يعني تقريبا نص جولكة هذه، لأن أنا العلبة مالت البخاخ صغيرة، هاي اشتريتها جديدة البارحة. هذه مي، وهذه قطرات من الزيت، يعني تقريبا يعني نقول ربع الخاشوقة. وهنا عندي خل أبيض، هم أخلي تقريبا شلون نقول ملعقتين بس، ما أخلي هواية. وعندي هنا هذا المي، العفو، ملح خاشوقة. أخلطها زين وأخليها بالبخاخ، ومن أريد أمسح الغراض أو الأخشاب أو المراية أرش على الوصلة اللي أمسح بيها، وصلة نظيفة خاصة بالغراض يعني الأخشاب، علب المطبخ دائما يصير عندنا بيها دهن وهاي سواليف. أنا جربتها كلش حلو، هذا الخلطة هاي كلش حلوة، تلمع الغراض يعني. هذه أنا أخذتها والله من فيديو وحدة مصرية هم عندها قناة، فأخذت هذه الخلطة من عندها وجربتها، يعني صار تقريبا أكثر من أسبوعين أنا أجرب بيها، والله كلش حلوة وعجبتني.
وإن شاء الله الفيديو الثاني صور لكم معطر الجو من البيت، يعني مواد طبيعية ومن البيت.